مرحبا يوتيوب. اليوم الاول بدي اتبع الميل بلان اللي حطيت لكم اياها امبارح على بعد الفيديو. بس قبل ما بلش بوجبة العشاء اللي هي رح تكون بس سلطة ورح تكون دجاج بالفرن، بفرجيكم وصفة حلا كيتوني عالي بالدهون، وهيدي خصوصا للناس اللي مبلش جديد على الكيتو، لانه انتم محتاجين تاخدوا نسبة دهون اعلى من الناس اللي لها فترة. بس حتى الناس اللي لها فترة او مثلا اكلت الوجبة الرئيسية تبعيتها وحست انه اوكي انا بعدني جيعانة، فيها تاخد قطعة او قطعتين من الحلا اللي رح نسويها اليوم. الحبة او القطعة الوحدة رح يكون فيها 2 نت كارب، فالافضل انه ما تاخدوا اكتر من قطعتين باليوم. فيكم تاخدوها اذا عم تاخدوا وجبتين، ممكن تاخدوها قبل بعد وجبة الصبح او بعد وجبة العشاء، منا مشكلة امتى. المهم انه تحاولوا ما تاخدوها كسناك، لانه نحن بالكيتو بنحاول انه ما ناخد سناك ونقلل نسبة الاكل عشان نحافظ على الانسولين، على مستوى الانسولين. anyway خلونا نبلش. اول شغلة بنبلش فيها هي رح زيد زبدة الفول السوداني. ممكن تستخدموا اي نوع تاني، مش بالضرورة هاي، بس تتأكدوا انه تكون مش منضاف لها سكر، هذا كتير مهم. فحطيت هلأ 3 معالق من هيدا، بيطلعوا تقريبا نص فنجان. هلأ رح زيد ستيفيا نقط. ممكن تستخدموا الباودر اذا حبيتوا، ممكن كمان تستخدموا الاريثرول. هحط 10 نقط. وهلا رح استخدم اي نوع بذور انا بدي اياها. انا هون رح استخدم البامكن سيد. رح احط تقريبا معلقه صغيره. وهون عندي حبوب مشكله في بقلبها، انا اشوف لكم، في بقلبها سان فلاور سيد، بامكن سيد، هامب سيد، وجولدن لين سيد. كمان رح احط كميه صغيره. وبتزيدوا فانيلا. انا للاسف ما عندي فانيلا اكستراكت اليوم، فرح زيد من هيدي الباودر مع انها منا كتير منيحه، بس ما عندي حل. هلا بنخلطهم كتير منيح. وهلا رح زيد معلقه صغيره من شوكولا 100%، فبعتقد هاي الكميه حتزيد شوي. وبخلطهم كتير منيح. بضلني عم خلط فيهم لأتأكد انه الكاكاو يتمازج 100% مع بقية المكونات. اوكي، هلا جبت صحن ورح اخد كمية صغيرة بايدي ورح كورها وحطها على طرف الصحن. اوكي، مثل ما شايفين طلعوا 5 حبات كبار ووحده صغيره ما رح نحسبها، بس مثل ما قلت الوحده فيها 2 نت كارب، كتير عاليين بالدهون وطيبين كتير. انا ما رح اكل منهم اليوم لانه انا لما وقت الصيام ما بكون عم باخد مكسرات، فرح احطهم بالبراد وممكن اخد منهم قطعه بكره ان شاء الله. وانا اليوم الصبح سويت شوكولا للاسبوع. عاده انا بالويكند بسوي حلويات للاسبوع كله وبحطها على جنب.
مشان اذا طلع على بالي او صار اي شيء ما اضعف واخد شغله مش مناسبه، فعطول بعمل حسابي انه في شيء بالبراد. فعملت هذا لوح الشوكولا ساده، وعملت هولي كمان بقلبهم مكسرات انواع مختلفه. ولادي جنوا عليهم، بلشوا ياكلوا فيهم، كتير طيبين ولكل العائله ممكن تستمتع فيهم، وعلى القليله عارفين حالكم شو حاطين بقلبهم. فمثل ما شايفين انا رح اخد زيح من هيدا اليوم بعد العشاء اذا حبيت، مش عارفه على الاكيد. فمثل ما شايفين كتير كتير سهله، رح احط لكم اللينك للوصف. كتير كتير سهله ولذيذه، ومثل ما قلت اذا بتسووها انتو بالويكند وبتخلوهم بالبراد لما بعن على بالكم او بتحبوا تاكلوا شي حلو بيكون في عندكم شي موجود، ما بتحسوا انه مجبورين تخبصوا او اي شيء. فعطول اعملوا حسابكم انه في شيء حلو، خصوصا اذا انتم بتحبوا الحلويات اوريدي بالبراد جاهز لتستخدموها وقت بدكم. اوكي انا حضرت هلا حمحمل الفرن للعشاء. رح اعمل فخاد مسحبه، فرح هون. ماما نعم I want cheese on it. طيب هلا بحط لك. I want lots and lots and lots. اوكي هلا رح احط بهارات، هيدا كنور، ملح. رح استخدم الصوص الباري باري، هلا رح احط شوي من زيت الافوكادو. هلا عندي 2 من هول الفليفله الحلوه، رح اقصها بالنص، نضفها، رح احطها. رح رشلها شوي زيت زيتون، وطبعا شوية ملح. هلا رح احطهم بالفرن لمدة 20 دقيقة او لحتى ينطبخوا منيح. اوكي للسلطة رح استخدم خس، بندورة، خيار، فجل وحامض، وطبعا ملح وزيت. هدول الكمية لشخصين.
اوكي سو هذا عشان اليوم. هذا صحن جوزة عنده البروتين اكتر. فقطعة دجاج وحدة تقريبا بتطلع 75 جرام، والفليفلة وسلطة كتير. اوكي حلوين. خلصت العشاء كان كتير 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 طيب. عبيت مي صرت شربت 2 وهيدا رقم 3. مثل ما شفتوا حطيت فيه بقلبه حامضة عصرت حامض وحطيت ثلج مشان يساعد على الحرق، واكيد عبيتها بالمي. هي تقريبا بتطلع شي لتر، فحأتسلى فيها اليوم المساء. وبعدين كتير شبعت فما طلع على بالي اكل الشوكولا، فما راح اكل ديزرت اليوم. فانيوي بدي لكم باي زعلان نوا، بدي لكم باي وبشوفكم بكره بيوم جديد. باي باي.